السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحة وخير. النهارده هعمل معاكم طاجن بامية بطريقة سهلة وسريعة، مش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود، وهيطلع طعمه تحفة جميل جدا، حلو للعزومات، حلو كده على الغدا. تحفة جميل جدا وسهل وسريع وبسيط. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني وتدعموني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا حطيت حبه سمنه بلدي كده على النار، سيحتهم. الكميه البصل اللي انا هعملها النهارده دي هتكفي لاكلتين. لو هتعملي بقى طاجن الباميه بس هناخد نص كميه البصل دي، يعني تاخدي بصلتين. انا عملت 4، انتي خدي بقى ايه بصلتين. انا عشان الوصفه دي هعمل تقليه يعني لوصفتين الفيديو الجاي ان شاء الله يعني. فقلت بالمره بما اني واقفه احمر بصل كتير. وبرضو ضربت الطماطم في الخلاط وصفيتها وجهزتها جنبي. هتعملي طاجن الباميه بس هتاخدي بصلتين او بصله كبيره كده. فرمتها في الكبه وبعد كده هحمرها في السمنه لحد ما يبقى لونها ذهبي وحلو كده. وبعد كده هنزل بالطماطم عليها. ومجهزه كمان معايا حبه ملح وفلفل اسود وكزبره، بس مش هحطهم دلوقتي، هحطهم بعد ما اديها كده تشويحه البصله، علشان لو حطيت الملح دلوقتي بتخلي البصله تنزل ميتها وتطول معايا في انها تتحمر. فانا هحط بعد ما تبقى اتحمرت كده بشويه هنزل عليها الملح والفلفل الاسود والكزبره. تمام. جبت طاسه بقى كده على النار وحطيت فيها الباميه، كميه الباميه اللي انا هعملها في الطاجن. طبعا الكميات براحتنا، حسب انت عدد افراد الاسره او حسب العزومه اللي انت ناويه تعملي فيها طاجن الباميه. حطيت برضو حبة سمنة حلوين كده، ونزلت بالبامية وكام فص توم، واديتها تشويحة. الطريقة دي بتخلي طعم البامية يعني احلى بصراحة. ما تحطي البامية كده على طول في الطاجن يعني، لما تدي تشويحة للبامية. عايزة تشوحيها مع شوية توم او بصلاية صغيرة او تشويحة بس لوحدها كده في السمنة. برضو الموضوع ده بيديكي طعم حلو قوي قوي، بيفرق، بيخلي البامية طعمها جميل بصراحة. هديها تشويح لحد ما تنزل ميتها وتشربها تاني وبس اطفي عليها بعد كده. في الوقت ده هتكون البصلة بتاعتي اتحمرت، لونها بقى ذهبي، اللي انا قلت لكم ان احنا مستنيين لحد ما يبقى لونها ذهبي كده. وفي ناس بتعملها يا دوبك بتدي تشويحه بس بسيطه كده للبصله وبتنزل بعد كده بالطماطم. لا انا بحب الطريقه ان انا احمر البصله، برضو بيدي طعم احلى برضو. واختياري براحتك، عايزه تديها يا دوبك تشويحه وتحطي الطماطم عليها، عايزه تديها تخليها لونها ذهبي زي ما انا عاملاها كده براحتك. بعد ما خلاص، وكنت كمان حطيت زي ما قلت لكم الملح والكزبره والفلفل الاسود. هحط بقى الطماطم كلها انا مصفياها من القشر بتاعها يعني والبذر وكل حاجه، بتدي برضو طعم احسن وكمان علشان للهضم. هسيبها على نار متوسطة أو هادية لحد ما تتسبك وتاخد راحتها خالص. الصلصة بتحب نار هادية خالص لحد ما تتسبك وتستوي الطماطم والبصلة مع بعض. في بعد ما خلاص استوت واتسبكت الصلصة بتاعتي، جهزت معايا طاجن بايركس، او عايزه تحطي في طاجن فخار براحتك يعني، او عايزه تحطي الباميه في الحله يعني. بس موضوع انك الطاجن ونحطها في الفرن بيدي طعم احلى للباميه يعني. في ناس بتسويها على البوتاجاز ويا دوبك بتديها وش للشوايه يعني في الفرن. لا بس الطريقه اللي انا بقولك عليها دي هتخلي الطعم يفرق وهتخلي طعم الباميه احلى. انا مجهزه الشوربه كمان معايا علشان هاخد منها كده كام كبشه من الشوربه للباميه. حطيت بقى الباميه اهي في الطاجن، وزي ما قلت لك كميه الباميه دي في ايدينا، عايزين نكتر نقلل برضو في ايدينا. هتقللي معاها الصلصه وهتقللي معاها الشوربه. تمام. هبتدي بقى، هي سبكت الطماطم بقت جميله قوي. هبتدي اخد منها كام كبشه كده احطها على الباميه، وكمان كبشه شوربه برضو كمان، وندخلها بقى في الفرن. ما بتاخدش وقت خالص بالطريقه دي لما بتبقي مشوحه الباميه مع على النار. بصراحه ما بتاخدش معاكي اي وقت يعني، في 10 دقايق بتلاقي الطاجن استوى، يعني ربع ساعه بكتير جدا. محتاجه بقى بعد كده تفتحي له الشوايه ياخد وش كده، برضو بيبقى بشكله احلى برضو. خلاص مش محتاجه، برضو بيبقى جميل وطعمه احلى واحلى واحلى. الطريقة دي سهلة وسريعة وبسيطة وبتنجز معانا، وبتخلينا نعمل كذا مثلا طاجن لو في عزومة. بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة بنعمل أحلى طاجن بامية، بتخلي طعم البامية تحفة جميلة جدا.
بنحطها بقى في الفرن يا دوبك تاخد لها ربع ساعة كده ولا حاجة، ونطلعها بنقدمها. بصراحة بتبقى جميلة جدا وبتنجز مع الواحد، ويعني حلوة قوي، طريقة سهلة وسريعة. انا حطيت كمان اللحمة اهو وهحطها في الفرن. بعد كده تطلع فتحت لها بصراحة الشواية، اديتها وش كده، بصوا طالعة ريحتها جميلة وشكلها جميل. بصراحة انجزت معايا بطريقة سهلة وبسيطة، عملنا احلى طاجن بامية. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة واستفدتوا منه. لو عجبكم يا ريت تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتشجعوني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. ويا ريت تسيبوا لي كومنت في التعليقات يشجعني ويدعمني ان انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير. شكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو، مع السلامة.